سيبها بقى على النار لحد ما تتسبك. هنشوف التسبيكه عملت ايه دلوقتي. شايفين الكتب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه طعم البيت مع ايمان رضا. هنعمل النهارده خلطه المحشي. هتنفع مع اي محشي، سواء ورق كرنب، محشي ورق عنب، سواء محشي فلفل او كوسه او بتنجان او ممبار. معايا هنا احنا النهارده هنعمل محشي كرنب، تمام؟ بس الخلطه دي هتنفع لكل المحاشي. جايبين كرنبه، تمام. معايا هنا صلصه طماطم، معجون طماطم، ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمه وشبت وبصل، وده معجون الفلفل. انا بحب احطه على كل حاجه بصراحه، بيدي طعم رهيب للاكل. وتوم والرز. انا هنا قطعت الكرنبه، حطيت الميه على البوتاجاز لما تغلي، حطيت لها ملح وسكر. طيب احنا النهارده هنعمل، هي اصلا المحشي بيبقى ليه طريقتين. طريقه ني في ني، اللي هي بنجيب البصل ونبشر الطماطم عليه ونحط وننزل عليه الرز والشبت والخلطه بتاعتنا، ويبقى كده تمام. في ناس بتحب كده وفي ناس بتعملها مسبكه. احنا النهارده هنسبكها، هنعملها مسبكه. طيب الاضافات الجديده اللي انا هحطها في الخلطه، انا بصراحه ما كنتش عايزه احرقها في اول الفيديو، بس هقولها لكم. اول حاجه معايا صويا صوص، هنزل بيها على الخلطه. معايا كاتشب حار. دول الاضافتين اللي محطوطين زياده عن اي محشي احنا بنعمله في العادي يعني. بس يا ريت نكمل الفيديو لحد الاخر عشان نشوف التكنيك بتاع الخلطه هيتعمل ازاي، علشان يبقى كأنك جايباه جاهز بالظبط، محشي كأنك جايباه جاهز، مش محشي بيتي. وهنا بدأت أسلق الكرنب. كده نكون خلصنا سليق الكرنب وهنبدأ في تقطيعه. وهنا قطعت عصم الكرنب، العصم ده. وطبعا الورق مش مستحمل، هو رقيق جدا ما شاء الله يعني. وبعدين رحت فرداها وعملتها رول وقطعتها 3 زي ما انتوا شايفين. وفي حلة على النار هننزل بزيت سمن، بتوم. لما اصفرت التوم هننزل بالبصل، هنتبل البصل بس، مش هنزود عليه يعني، عشان يديني تسكيره كده للمحشي. وهنا خلاص دبلت اهي. هننزل بالصلصه الاول، معجون الصلصه اللي هو المعلب. وبعد كده هننزل بصلصه الطماطم اللي احنا عاملينها. ونسيبها بقى على النار لحد ما تتسبك. هنشوف التسبيكه عملت ايه دلوقتي. شايفين التبقبيقه دي؟ شايفين لون الصلصه جميل ازاي؟ هنسيبها بقى تبرد وبعدين نشوف احنا هنعمل ايه. وهنا بعد ما التسبيكه بردت خالص، هنغسل الرز ونصفيه كويس جدا، وبعدين ننزل عليها بصوص الطماطم. وننزل كمان بالشبت والبصل اللي انا قلت عليه، كمية البصل دي، الكاتشب الحار، وده معجون الفلفل. وننزل بالصويا صوص
وهنا ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود وكمون. وبعدين نقلب بقى، وهنبدأ ان احنا نمسك ورقة ورقة واحشيها. هعمل لكم كام واحدة كده. مش هناخد رز كتير. احنا هنا حطينا بصل، شرايح بصل وجزر في قعر الحلة. وبعدين هنرص بقى المحشي بتاعنا. هنجيب كمان واحدة. اهو، وهنلفها كده، نضغط ونلف بالشكل ده. بعدين نرصها جنب اختها، واكمل بقية الحلة ونرجع تاني. وبكده نكون خلصنا حلة المحشي بتاعتنا. وهننزل بمعلقتين سمن او زبدة اللي عندك من فوق الوش. تمام. وهنسيبها على البوتاجاز شوية، هنسمع الصوت كده. وبعدين ننزل بالشوربة بتاعتنا. وبعدين نجيب طبق نغطي كده. وبكده يكون المحشي بتاعنا خلص وبقى جاهز للتقديم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، واكتبوا لي تحبوا تشوفوا ايه في الفيديو الجاي. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.